بصوا جبت ايه. الفضا قاتلني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، يعني اللهم بارك، ربنا يبارك فيهم والنبي. والنبي بقى لا تعيشوا واكبروا بخاطري والنبي. يا قمر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك. لا يا بابا، لا يا حبيبي، انا عارفه بمسكه ازاي وبمسكه بالراحه، لكن انت لما هتيجي تمسكه بتدوس عليه وده كده غلط. ده بعد الشر، بعد الشر هيموتك. طب ماشي اهو، تعالي بالراحه. خدي بسم الله الرحمن الرحيم. رحت جبت الفراخ دهيت. هي دي الابيض ودي بلدي. هتقولي لي جايبه ده كده ليه؟ وثانيه يا بودة لو سمحت من فضلك ممكن اتكلم. جبت الابيض دوت عشان خاطر اللي هو، جبت الابيض زي ما انتم شايفين. انت كسلان ولا انا بيتهيألي؟ بس عشان ايه ابقى عارفه ان جبت الابيض عشان خاطر ده قال لي بيقعد 30 يوم لو انت اكلتيه كويس ومش عارفه ايه، بس انا عارفه نفسي يعني حسب الظروف والكلام ده. فان شاء الله يعني ربنا يرزقني ويوسع عليا ان شاء الله وانا هاكلهم. جبت الابيض. قال لي اللي هم دول بيقعدوا 45 يوم ماشي. والبلدي انا جايباه علشان خاطر ان شاء الله يعني يفضلوا معمرين معايا و... وياكلوا اكل البيت اللي بدل ما بيترمي ياكلوه. فانا طبعا هشوف حد بقى يكون بيبيع العلف يكون بسعر رخيص. ايه يا حبايبي، ايه يا بابا. فانا هسيبهم بقى كده، هدفيهم، هعمل لهم تدفئه ان شاء الله، يعني هخليهم تقريبا في الكرتونه مؤقتا. هي الكرتونه صغيره كده حلوه على قدهم، احط لهم اكل بس وهجيب لهم، هجيب لهم العلف دلوقتي، وعلف لسه اللي هو في الاول ده. واحط لهم طبق صغير كده فيه ميه، يعني اللي هو على قدهم دلوقتي مؤقتا. انا مش هزود يعني عشان خاطر ايه، ياكلوا كفايه بس اللي هو النص كيلو. انا قلت هجيب لهم نص كيلو الاول واشوف هياكلوا قد ايه. انا عايزه اعرف الكميه عشان اعرف اظبط اكلهم بدل ما ارمي عمال على بطال وخلاص. ثواني يا بودة لو سمحت. فان شاء الله بقى ايه، طبعا معايا ان شاء الله كل يوم كده ايه يبقى يومنا من كتاكيت، ونشوف ان شاء الله اخبارهم ايه وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بس كده. انت بتعضني ليه 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 ليه؟ قلت نرجعه. ليه؟ بس فنشوف بقى هنكمل يومنا ازاي. لا يا حبيبي، يا روحي، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا معانا بقى الكتاكيت ويومنا من الكتاكيت ومع الكتاكيت. كملوا معايا الفيديو. كده بقى هبدأ ان انا ايه احط لهم ياكلوا، والاول تدفئة. فايه هحط الحتة دي، انا جبت حتة قماشة كده فحطها. تعالوا كده، تعالوا كده، تعالوا استنوا وقت بوقت اول كده. فزي ما انتم شايفين اهو، هحط لهم بقى الاكل كده. بصوا الاول ايه، انا جبت علبه، طبعا عندي علبه تونه فاضيه كده، انا مش هوسخ اطباق يعني. فايه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عايزه ان انا ابهدل الدنيا، فانا هحط لهم كده طبق. هحط لهم الاول الاكل، مش هحط ميه دلوقتي يعني. هحط لهم هنا اكل ماشي، وهنا الناحيه التانية كمان اكل. هقسمه على ناحيتين كده على ما اشوف. اجيب بقى ايه، ثانية كله اهو 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 اهو. انتوا مش عارفين، هضطر ان انا كده شكلي الله اعلم ان انا هجيب كرتونه اوسع شويه عشان خاطر هما كده ايه، ممكن مش هيعرفوا فيه هياكل وفيه مش هيعرف ياكل والكلام ده. اكله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. في عارف ياكل وفي لا. فكده لا يعني، كده انا هحاول بقى اجيب لهم كرتونه اكبر شويه. عايزه كمان الشمس حلوه ما شاء الله. بس الشمس ما شاء الله جميله بره ازاي. دي توكه انا معلقه عشان تنشف، ما تركزوش معاها خالص ماشي. الشمس جميله بره ما شاء الله اهي. بفكر ان انا احطهم في الشمس بره، بس الجو هوا. بص بيتخانقوا على الاكل ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. جعانين يا عيني، جعان اهو يا لازم بيجوا من المزرعه فما فيش اكل بقالهم شويه ما كلوش.
اهو ده نايم في وسط الطبق وبيقول لهم انا مش هاكلكم. ايدك يا دول بيركبوا فوق بص بيقفوا فوق الطبق ويقولوا مش لو ده شاطر بريء أوي، لو ده مش شاطر عارف لو إيه. شاطر يبقى ايه كل. انا مش هسيبك تاكل يعني. بصي واقف ازاي، واقف في الطبق مش عايز ياكل وهو اصلا ما بياكلش. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك يعني، ربنا يبارك فيهم بقى ويحفظهم ويكبروا بقى كده، عشان انا ايه بتضايق أوي. انت مالك كسلان ليه والنبي؟ بص انا عايزاك تتشاء، انا مش عايزه اشوف حد فيكو كسلان ولا حد فيكو قاعد كده ونايم. عايزاكوا كلكم صحصحين، سامعيني؟ ايوه ركزوا كده معايا وفي كلامي قوي، ركزوا معايا. انا عايزاكم صحصحين دايما كده، وبتلعبوا وبتتنططوا واعملوا اضربوا بعض، انا ما عنديش مانع. ايه ده، في حاجه نطرت هنا. هسيبكم بقى تاكلوا، بعد ما تاكلوا هحط لكم تشربوا، بس كلوا بس واشبعوا الاول عشان احط لكم تشربوا. ماشي يا حبايبي؟ يلا حبايبي يلا سيبكم في رعايه الله بقى، كلوا واشبعوا، وبعد كده هحط لكم بقى ايه تشربوا بعد ما اشيل الاكل طبعا، عشان خاطر ايه ولا ايه انا مش عارفه والله. هو انا يعني انا خدت التجربه قبل كده بصراحه وحزنت، فيا رب بس ما احزنش المره دي، وان شاء الله يكبروا ويربربوا. ف مش عارفه اسيب لهم الاكل ولا اعمل ايه. واشوف الكرتونه التانية اللي كانت عندي، لو شفتوا فيديوهاتي القديمه هتلاقوا كرتونه كبيره كده كنت حطاها للكتاكيت. فدي بقى لا بس هتبقى كبيره قوي عليهم، فانا هحطهم في حاجه دلوقتي يتدفوا. ممكن اسيبهم زي ما هم على فكره عشان يتدفوا، مش عارفه ولا ياكلوا ولا او يتحركوا. ممكن هحطهم ساعه الاكل في كرتونه وساعه النوم في كرتونه تانية ان هم يتدفوا. فانا برضو لسه بفكر في حاجه زي كده واشوف. وفي وفي بص المشمع ده انا ايه قلت اما احطه عليهم كده عشان يتدفوا برضو. هو طبعا معروف ان المشمعات ديت بتدفي قوي يعني. هقفل عليهم كده اهو بصوا بس كده. قلت هسيب ده كده ويعيشوا حياتهم بقى ويتدفوا والكلام ده. لو في اي حد شايف ان في حاجه غلط في الموضوع، او ان انا مثلا ما اعملش حاجه زي كده، عرفوني في الكومنتات الله يخليكم قبل ما اغامر يلا. بصوا كده حطيت لهم ميه. الميه دي بصوا لو لقيتوا لونها هتلاقوا لونها برتقاني، عشان خاطر حاطه عليها محلول جفاف. وانا بصراحه مش هكدب عليكم، انا اول مره اعرف حاجه زي كده، بس انا دخلت على فيديوهات فيديو يعني على اليوتيوب وكده. ما هو زميله لازم تعلم زميله طبعا يعني، ما ينفعش، ده تجربه وهم اكيد ادرى. فلقيت بتقول اول حاجه لازم الحمد لله يعني، والله انا ما كنتش سمعت، بس انا اول حاجه عملتها صح اللي هي حطيت لهم اكل بس، وهو ده اللي انا عملته فعلا. حطيت لهم الاكل زي ما انتوا شفتوا. تاني حاجه سبتهم حوالي ساعه على ما عطشوا بقى خلاص يعني خلاص جابوا اخرهم. فحطيت لهم بقى المحلول دوت كيس، حطيت على 200 مللي ميه اهي ماشي، كوبايه زي ما انتم شايفين دي. وطبعا شلت الاكل على جنب كده عشان ابقى احط لهم يعني. انا شلت الاكل وحطيت لهم الميه زي ما انتم شايفين كده. برده في العلب انا مخليه العلب دهيت يعني، والله ما شاء الله برده تنفع يعني. الحمد لله اهي فعلا نفعت وجت بفايده اهو. حطيت لهم وشويه، وهشيل الحاجات دهيت، هشيل الميه وهحط لهم الاكل برضو بس، او ممكن مش عارفه احط لهم على جنب الاكل والميه زي ما هي، عشان لو حبوا ياكلوا بالليل او كده عشان يتغذوا يعني. فزي ما هم كده. بس انا قلت اما اجرب، قالت لازم يتحط اول حاجه تتحط في بطنهم اللي هي الميه، طبعا لازم يتحط محلول جفاف عشان خاطر لو في اي مشكله عند كتكوت او حاجه ان هو ما شاء الله يعني يتظبط يعني، لان ده لسه اول يوم يعني، لسه اول حاجه يحطها في بطنه يعتبر هي الاكل، وبعد كده الميه. فان شاء الله خير اهو زي ما انتم شايفين. طبعا وانا بحط الميه غرقت لهم المنطقه بتاعتهم. فانا هحاول اتعامل برضو يعني، هو بس شويه كده وهروح جايه شايله ننضفه لهم الدنيا خالص. برضو هتتابعوا معايا، هو كده اول يوم ليهم، احنا كده بنعمل فيديو اول يوم يعني، انا ماشيه واحده واحده معاكم.
ماشيه واحده واحده معاكم، هنمشي يوم بيوم ونشوف شكل الكتكوت بيتغير ولا زي ما هو. فان شاء الله خير، هتمشوا معايا كده كل يوم باذن الله على 30 يوم، وهنتابع معاكم بقى شكل الكتكوت بقى عامل ازاي ان شاء الله خير، ونشوف اللي هيبقى موجود ولا ان شاء الله باذن الله. يعني انا اتفائل بالخير ان هو يبقوا كلهم موجودين يعني. فهنسيبهم ياكلوا بقى وهنسيبهم يشربوا قصدي، وهغطي عليهم تاني عشان خاطر هم كانوا متدفيين. بس كده يلا السلام عليكم. يا لولو يا قمر ما شاء الله. هنغطي بقى عليهم عشان يتدفوا. طبعا عذرا للصوت اللي عندي، مش عارفين اطفال. بس كده هنقفل عليهم. يلا كله الف هنا يا حبايبي. انا غطيت عليهم كده برضو. انا لما فتحت بصراحه لقيت ان هم متدفيين، فحلو كده ان هم يشربوا ويتدفوا ويناموا، فكده كويس يعني. العلبه زي الفل كده على قدهم. وشويه برضو انا ايه هحط لهم برضو الاكل ده، برضو هحط لهم اهو الاكل بتاعهم بس.